يا ترى النهارده انا جاي لكم بايه؟ جاي لكم بمفاجاه جديده. انا عودتكم دايما ان كل يوم اقدم لكم حاجه جديده. النهارده انا هعلم حضراتكم ازاي تصنع ترابيزه الانتريه بنفسك، وعايز اقول لكم بجنيهات بسيطه. عايز اقول لحضراتكم وسهل جدا، يعني الموضوع كله يمكن 5 دقائق 10 دقائق حاجه كده. حد يقول لي لا ما انت بتعمله كده عشان انت عارف، لا، انا اعلمكم ازاي نصنع ترابيزه انتريه، وبعد كده دايما هكون معاكم واعلمكم، وهنوصل مع بعض واحده واحده لغايه لما اخليكم تفرشوا بيتكم كله بايديكم. الموضوع سهل. خلينا نشرح ازاي. اول حاجه هنجيب 4 رجلين بالشكل ده كده. ادي الرجل اهي مخروطه بالشكل اللي احنا عايزينه. انا حابب تكون رجلي مسلوبه، ودي تقريبا 40 سم. في ممكن تكون 40 وممكن 35 وممكن 50 وممكن 45، المقاس اللي يعجبك. طيب، وبعد كده ادي ال4 رجلين زي ما احنا اتفقنا. وبعد كده هنمسك الرجل هندهنها، هنديها بس تصبين سيلر، هتبقى بالشكل ده كده عشان تبقى ناعمه وشكلها حلو. هنخرم الرجل هنا ببنطه 8 مللي، وهنجيب مسمار 8 مللي وهنركبه بالشكل ده كده. يكون معانا مفتاح الانكيه، لان هنا المسمار ده بيتربط كده من هنا اهو، من مسمار اهو كده، ده الانكيه. الموضوع سهل جدا جدا جدا، ولازم تتاكد انك بتربط المسمار يكون جامد عشان ما يتفكش بسهوله. وانت او ربطت المسمار وسبت شويه دول حوالي سنتي او سنتي ونص. احنا طبعا مجهزين القرصه بالمقاس اللي احنا عايزينه. القرصه دي انا عاملها ام ديف، ممكن تعملها ام ديف وممكن تعملها شيب بورد وممكن تعملها كونتر حسب تكلفتك. خلينا نبدا كده نشوف تكلفه الترابيزه دي واحده واحده كام. ال4 رجلين اللي احنا جبناهم دول هنجيبهم تقريبا، هتكون الرجل في حدود 70 او 80 جنيه. هنركب مسمار زي ده ب 5 جنيه، يعني الموضوع كله يعني 80 85 75 في الرينج ده. وهندهنها، يعني نقول الرجل كلها هتتكلف 100 جنيه، يعني ال4 رجول 400 جنيه. ايه ده؟ واحنا رجعنا زمان؟ لا يا جماعه، واحنا ما رجعناش زمان. هو كل الموضوع ان اللي بيصنع بعد ما بيصنع بيحط هامش ربح، وبعد ما بيحط هامش ربح بيدي للمعرض بيحط هامش ربح، ما هو برضه عنده التزامات كتير. فبالشكل ده كده بتوصل لكم غاليه. احنا قلنا ال4 رجلين ب 400 جنيه، وهنعمل القرصه دي بالشكل اللي يعجبنا. خلينا نتكلم على قرصه 40 في 80 سم. الحرف بتاع ملزوق هيتكلف في رينج يمكن 200 250 جنيه. يبقى احنا كده وصلنا لحوالي 600 او 650 جنيه تكلفه فعليه. هنجيب 4 قواعد بالشكل ده كده اهو. ادي ال4 قواعد. القاعده دي ب 10 جنيه. وبعد كده هنعلم، ناخد من هنا 5 سم ومن هنا 5 سم زي ما حضراتكم شايفين. نبعد كده عشان نشوف. وبعد كده هجيب مسامير بورما سن صاج سنتي ونص، واحط الزاويه اهي بالشكل اللي حضراتكم شايفين بالميل ده. خلينا نشوف كده عشان حضراتكم تشوفوا بالميل ده. ويكون عندنا دريل. اوعى ما يكونش عندك دريل، لو ما عندكش دريل قول لي وانا ابعت لك دريل. وبعد كده هنخرم ال4 مسامير. هنا في 5 مسامير في قلب القاعده بتاعه الرجل المايله. هي القاعده دي زي ما حضراتكم شايفين فيها نسبه ميل علشان بتدي شكل حلو للقعده. ادي ال5 مسامير. وزي ما حضراتكم شايفين انا في بث مباشر، يعني ولا بجري الفيديو ولا بخدع ولا الموضوع زي ما حضراتكم شايفين اسهل مما تتخيلوا. ولا عامل آه، ذكاء اصطناعي ولا عامل مش عارف. لا انا شغال قدام حضراتكم. كل الموضوع هو الدريل. طب انت ما عندكش دريل هتعمل ايه؟ هو هيبقى صعب عليك شويه ان انت تروح جايب مفك صليبه كده وتربط بالمفك صليبه، بس الموضوع ده يعني هيكون صعب شويه. انا افضل طبعا تشتري دريل. الدريل سهل، وبعد كده هينفعك في البيت على طول. لان احنا دايما هنعمل حلقات كده متتاليه علشان تفرش البيت بنفسك، والموضوع هيكون سهل.
ومين مننا ما بيحبش النجاره؟ النجاره دي يا جماعه من اشيك واجمل المهن الفنيه اللي كل الناس نفسها تشتغلها وكل الناس نفسها تتعلمها. عايز اقول لكم قبل ما اخلص الترابيزه حاجه مهمه جدا. المكان اللي انا شغال فيه ده انا مخصصه علشان اكون معاكم في بث مباشر. حتى هتلاقوا ورا مني اهو زي ما حضراتكم شايفين دي الكراتين بتاعه شنط الاستندات، ودي الصواني اللي انا بعملها، ودي الاستندات، وده ترابيزه المهندسين الحامل بتاعها. يعني كل ده ان شاء الله هنعمله مع بعض وهنتعلم ازاي نعمله، وحضراتكم هتكونوا مبسوطين وهيكون سهل. مين يصدق ان الترابيزه كده خلصت؟ يلا بينا نشوف خلصت ازاي. ادي الاربع رجلين، الاربعه هم زي ما حضراتكم شايفين لازم يكونوا طول واحد بالظبط. وبعد كده احنا هنا كنا رابطين المسمار ده، السن اللي بيركب في الصاموله بنركبه في قلب الرجل اهو. عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، هي الرجل البلاستيك دي هو اللي بيركب فيها الرجل؟ لا طبعا، الرجل البلاستيك فيها راكب فيها صاموله اهي معدن علشان تكون جنبه. ونروح رابطين الرجل اهي، ربطنا الاربع رجول وتاكدنا ان هم مربوطين على الاخر ورابطين جامد زي ما حضراتكم شايفين. ما اعتقدش ان هي خدت اكتر، يمكن من 5 دقايق 10 دقايق حاجه كده. يعني الموضوع يا جماعه اسهل مما تتخيلوا. الموضوع شوف انا بربط الرجل جامده اهي بايدي، والموضوع مش صعب. عايز اقول لكم ان ممكن ست البيت تشتغل كده، ممكن نعلم ولادنا ده. تخيلوا وبالشكل ده كده نرجع الصناعه تاني كده وحاجه تبقى جميله. وادي شكل الترابيزه، ايه راي حضراتكم؟ حلوه جدا مش كده ولا ايه؟ ده ادي ترابيزه اهي، ادي شكلها وادي جمالها، وترابيزه جامده جدا اهي، ونقدر نستخدمها ونحط كل حاجه. طب دي 40 في 80، طب هو احنا نقدر نعملها 40 في 70؟ ممكن. طب نقدر نعملها 60 في متر؟ ممكن. طب نقدر نعملها اي مقاس؟ ممكن. طب نقدر نعملها 30 في 30؟ ممكن. بصوا 30 في 30 بثلاث رجول، وممكن نعملها باربعه، بس انا شايف ان دي شكلها حلو. طب الالوان ده لون بني، طب ينفع نعملها ابيض؟ يلا. طب اسود، طب اخضر، طب احمر، اي لون. وبالشكل ده كده احنا عملنا الترابيزه. وايه رايكم؟ حلوه؟ فكره حلوه. ان شاء الله انا هكون معاكم دايما وهقول لكم افكار جديده، وانا دايما بطلع لكم افكار جديده. وفي نهايه لقائي انا بقول لكم سلام عليكم وبشكركم شكرا جزيلا والى اللقاء. تحياتي